ليلة دخلتي كانت أول ليلة ليا في بلد غريبة، بلد معرفهاش. كنت حاسة إن أنا مش بس هتجوز، ده أنا حياتي كلها هتتغير. واللي حصل إن أنا فعلا اتفاجئت ليلة دخلتي بأغرب حاجة ممكن تتخيلوها. السلام عليكم وأهلا بكم معايا في قصة جديدة. أنا اسمي أمل، أصغر إخواتي البنات. عندي 3 غيري، أنا أجمل واحدة فيهم. إخواتي كلهم اتجوزوا وما كانش فاضل غيري أنا. أمي كانت دايما بتدلعني وكانت شايفة إن أنا فعلا أجمل بنت عندها، أستاهل كتير. كل واحدة من إخواتي متجوزة وشايلة الهم والطين، اللي جوزها مش عارفة بيحب الستات، واللي جوزها حالته زي الزفت ومعهوش فلوس ولا حالته المادية نافعة، واللي حماتها مطهقاها في عيشتها وبتعايرها باللقم. أمي قالت لي: أنا عايزاكي تتجوزي يا بنت جوازة حلوة وسيبك من كل اللي إخواتك عايشينه ده، انت احلى واحدة وجمالك ده لازم تستغليه. ابويا يقعد يزعق لها ويقول لها: يا ست انت ما انتيش دماغك، يعني ما تمليش دماغ البنت بالكلام الفاضي ده، خليها كده تدور على عريس محترم وابن حلال. واصلا في الوقت ده انا كنت بموت في ابن عمي، كنت بعشقه عشق من واحنا لسه في المدارس واحنا صغيرين، وهو كان بيحبني وكان حاطط امل كبير عليا. كتر كلام أمي ليا خلاني أتخيل نفسي وحياتي مع ابن عمي بعد الجواز هتبقى عاملة ازاي. ابن عمي ظروفه عادية، والناس العادية بتيجي يعني تفتح بيت بتلاقي نفسها عندها مسؤوليات كتير، وخصوصا بقى لما تجيب حتة عيل، يا لهوي ما بيبقاش معاك أي حاجة تبقى مسنود عليها. وابن عمي كان كده، فعلشان كده أنا ما كانش عاجبني، مع إني كنت بموت فيه وبعشقه عشق. قلت لأ، وانا هستفاد بإيه لما اتجوز اللي انا بحبه وبعد كده اشيل الطين زي اخواتي البنات. انا عايزة جوازة مرتاحة وميسورة، وعايزة حد كده يدلعني وما افكرش انا هجيب الحاجة ازاي ولا منين وفين، واعيش معاه مرتاحة ومبسوطة، وده حق مشروع. وفي بنات كتير جدا بتفكر بنفس الطريقة دي. كل يوم اخرج واتفسح مع صحباتي البنات، ونروح كافيهات ونروح سينمات، وعايشة حياتي منطلقة بقى، ولا ورايا ولا قدامي. ابويا يزعق لامي ويقول لها: انت يا ست انت هتجيبي اجل البنت دي، خليها تقعد وتحترم نفسها، يعني هي الصرماحة طول النهار والليل هي اللي هتخليها تجيب عريس يا ما هنا يا ما هناك. تقول له: وانتش فاهمك انت، طول ما هي قاعدة في البيت مين هيشوفها ولا مين هيعرفها غير الناس المقيحين اللي احنا عارفينهم. لما تطلع وتخرج وتروح وتيجي هتتعرف وهتتعرف على ناس جديدة. طب يا ست خليها تشتغل، خليها تشغل نفسها كده في اي حاجة وتسهى في الشغل، وخليها تبطل تفكير في حكاية العريس اللي ياما هنا ياما هناك اللي انتي بتفكري لها فيه ده. تقول له: ملكش دعوة انت. كلمني ابن عمي في مرة ولقاني متجاهلاه على عكس ما انا كنت دايما بهتم بيه وبكلامه. مالك يا امل انتي متغيرة معايا كده ليه؟ قلت له: مفيش، عادي. قال لي: عادي؟ انا سامع ان انت كل شوية خروج هنا وهناك، ايه المواضيع الجديدة دي؟ انت ما كنتيش كده، انت ايه اللي غيرك؟ قلت له: بعمل زي البنات. من امتى وانت بتعملي زي البنات؟ قلت له: والله من دلوقتي. انت عايز حاجة؟ راح قال لي: بصراحة انا كنت عايز، بس مش عارف طريقتك في الكلام كده غريبة. قلت له: طب اتفضل قول بس باختصار. قال لي: باختصار؟ مالك في ايه؟ هو انا بشحت منك؟ قلت له: لأ، بس عايز اعرف انت عايز ايه، علشان بس صحباتي واقفين ومستنيين. راح قايل لي: بص يا ستي، انا كنت عايز اجي اتقدم لك رسمي ونتخطب رسمي، وانا يعني الحمد لله بدأت ان انا ارتب اموري. وقبل ما يخلص كلامه قعدت اضحك اضحك، معرفش كريست الضحك دي اللي جاتلي دي منين. ساعتها قفل السكة في وشي، وبعدها وشوية ولقيته بيتصل عليا تاني: انتي مالك يا بنتي، انتي ما كنتيش كده، انتي ايه اللي غيرك؟ قلت له: ولا حاجة، بس بصراحة بقى تفكيري كله اتغير. انا عايزة واحد يكون مسنود على قرشين، مش واحد يعني يا دوبك بيلم نفسه علشان يجهز اموره. طيب وبعد الجواز انت هتعمل ايه؟ قال لي: والله هعمل اللي يقدرني عليه ربنا، وبإذن الله ربنا بيرزق،
بيرزق كل واحد برزقه اللي هو فيه. قلت له لما يبقى عندنا حتة عيل. قال لي اكيد ربنا هيبعت رزقه. في ايه مالك؟ انا مستغربك بجد. قلت له لا، وفر بقى على نفسك كل الكلام ده وخلي واحدة تانية هي اللي تكافح معاك. انا خلاص. قال لي انت متأكدة يعني ان انت بطلتي تحبيني؟ قلت له مش هكدب عليك، انا بحبك بس الحب حاجة والجواز حاجة تانية خالص. انت يا بنتي اتغيرتي كده ليه؟ قلت له مفيش، فتحت عينيا شوية على الدنيا. انا مش عايزة ابقى زي اخواتي البنات، انا عايزة اكون مختلفة عنهم. وعلى فكرة انا مش غريبة، انا بشوف كتير من صحباتي بيفكروا كده برضو. كل واحدة مننا عندها اخت شايلة الهم مع جوزها، مش عايزين نبقى زيهم، وده طبيعي يعني. قال لي خلاص ما تتجوزيش بقى وخليكي قاعدة كده وخلاص. انت هتضمني منين ان الجوازة بتاعتك هتبقى كويسة؟ الجواز ده بطيخة، يا صابت يا خابت. بس بتعرفيها امتى؟ بعد ما خلاص بتبقي اشتريتيها ومش هتعرفي ترجعيها. قلت له ما تتدخلش بقى في حياتي وملكش فيه، وسيبني يا سيدي اخد بطيخة قرعة خدعة حلوة. انا حرة، انا حرة في نفسي. قفلت السكة ومن جوايا بصراحة كان في نغزة كده في قلبي، بس انا اتجاهلتها تماما. وفضلت اتفسح اليوم ده لحد الساعة 12 بالليل. وروحت ابويا مسكني هزقني وامي راحت واقفاله وقالت له بقول لك ايه، مالكش دعوة بيها، دي البنت اللي فضلالي، خليني بقى اعيشها صح. سبتلك انت اللي جوزت اخواتها التانيين، ديت بقى بتاعتي مالكش دعوة بيها. مرة على مرة فعلا اتعرفت انا وصحباتي كلنا على واحد اسمه احمد. واحمد ده كان بيشتغل برا مصر في دولة اجنبية. جه احمد مرة على التانية بقى زي ما يقولوا كده ايه، زي ما يكون بيفرزنا، يعني بيشوف مين فينا احلى واحدة. طبعا انا قلت هو اكيد عايز يتجوز، يعني شاب وعايش برا ويمكن مش عايز يتجوز واحدة من البلد اللي هو فيها دي. في النهاية برضو يعني العرب بيحبوا وبيبقوا عايزين يتجوزوا زيهم المصريين واغلبيتهم يعني. فبقيت بقى اظهر له نفسي وابين له قد ايه ان انا بقى البنت الحلوة الاتيكيت الجامدة اللي مفيش زيي. البس احلى ما عندي، اتكلم بطريقة كده معينة، امشي بطريقة معينة، عايشة، يعني عايشة برنسيسة في نفسي. المهم فعلا بعد فترة ولقيته وقع اختياره عليا انا، وراح داخل في الجد على طول. امل انا عايزة اتقدم لك، قوليلي عنوانك، انا عايز اعرف تفاصيل عنك. المهم حكيت له كل حاجة عني. قال لي خلاص انا عايزك تاخدي لي ميعاد من اهلك علشان اجي واتقدم لك. رحت طايرة من الفرحة بقى وعمالة ارقص لماما الحقيني يا ماما، ده انا جالي عريس عايش برا وبيشتغل برا وهسافر معاه. بجد يا بنت؟